تخيل معايا انذار حريق شغال 24 ساعة بدون توقف. تخيل ان كل دقيقة تقريبا في حالة انتحار في العالم ومعدل 700 ألف شخص في السنة. رقم مش بسيط خالص، ولكن ورا كل رقم من دول كان في قصة ألم محدش عرف. قبل ما نبدأ خلينا ندعي لكل نفس ماتت وهي في ألم محدش شاف. الاكتئاب دايما الناس بتفكره بالصورة النمطية بتاعت الشخص الحزين اللي قاعد لوحده في الأوضة، اللي ما بيتكلمش مع حد وما بيخرجش. في أعز صحابك اللي دايما بيهزر ويضحك ويخرج معاكوا ويواسي اللي زعلان، رجع اوضته بالليل يحس انه شخص ملوش اي لازمه وملوش اي قيمه ويقعد يجلد في ذاته. مش شرط يجي في شكل ان هو حزين، ممكن يجي في صوره ان هو مش حاسس باي حاجه ولا بسعاده ولا بحزن، لدرجه ان لو حد عزيز عليه مات وهو زعل بيفرح ان هو قدر يزعل ويحس باي مشاعر. بيدخل في حاله من التخدر، حتى الالم ما بيحسش بيه. الاكتئاب يا صديقي من شويه زعل بيجي وخلاص ويعدوا وخلص الموضوع. دي مشكله ممكن تقعد معاك لسنين طويله جدا. ايه السبب اللي ممكن يوصل حد لحاله زي دي؟ في الواقع احنا عندنا اسباب كتيره جدا ولكنها غير اكيده. اول سبب معانا وجود خلل في الناقلات العصبيه. المخ فيه ناقلات عصبيه تنقل الشحنات الكهربائيه من خليه للتانيه، لكن الناقلات العصبية دي المفروض ان هي بتنقل شحنات وبعدين يطلع انزيمات تكسرها وبعدين ترجع تاني تنقل الشحنات. نقدر نقول ان هي بتفصل عشان ما ينفعش المخ يبقى شغال 24 ساعة. الخلل بيكون موجود لما في المدة اللي بيكون فيها الناقلات العصبية شغالة ان هي ممكن تكون اقصر من المعتاد او اطول من المعتاد. ولكن هم لاحظوا عند مرضى الاكتئاب ان في خلل في الوظيفة دي، ولكن ادوية الاكتئاب بتخلي مدة نقل الشحنات يا اما ان هي تطول شوية او تقصر شوية على حسب الحالة، فده بيعالج الخلل اللي موجود في الناقلات العصبية. ايه تاني قال لا المشكلة في منطقة الهيبوكامبس الموجودة في المخ، ودي بالمناسبة المسؤولة عن الذكريات ومسؤولة برضك عن افراز هرمون الكورتيزون. ده بيتفرز في الجسم في حالة وجود توتر او خوف من حاجه معينه، انترفيو مهم مثلا او امتحان، مثلا يكون عندك عمليه جراحيه. لكن الهرمون ده على الرغم من انه مهم جدا في الجسم زيه زي اي حاجه لو زادت عن حدها تبتدي ان هي تاذي الانسان، عامل زي انذار الحريق اللي شغاله 24 ساعه ما بيطفي. وكمان لما هرمون الكورتيزون بيتفرز بكميات كبيره ده بيؤدي ان منطقه الهيبوكامبس بتبتدي تكون اصغر، لان الهرمون الكورتيزون بيخلي لان هرمون الكورتيزون بيمنع وجود خلايا عصبية جديدة او انتاج خلايا عصبية جديدة، وفي نفس الوقت بيقلل كمية الخلايا العصبية اللي كانت موجودة في منطقة الهيبوكامبس، فبالتالي حجمها بيبتدي يقل. ولو لاحظنا ان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقات تانية كتير، واتكلمنا ان في اجزاء في المخ بتكون اصغر في حالات الامراض النفسية. كمان نسبة الكورتيزول لما بتزيد بتزود حجم الاميديولا، والاميديولا دي بتكون مسؤولة عن انها تنبه الانسان لو في خطر، عاملة زي انذار الحريق زي ما قلنا. الاميديولا دي كانت مهمة جدا في حالات الانسان الكهف، لان هو بيكون دايما في خطر، دايما في حيوانات مفترسة، فهي بتنبهه ان في خطر، في مصيبة، فبيقدر ان هو ياخد وضع الحماية او ياخد وضع ان هو يجري في اقل من الثانية. طبعا زي اي منطقة لما بتبتدي يكبر بيبتدي نشاطها يزيد، فبالتالي الانسان بيكون متأهب وخايف جدا بدون اي سبب منطقي او سبب واضح. وده زي ما قلنا بنلاحظه في ان مريض الاكتئاب بيكون عصبي جدا ومتأهب جدا لحدوث كارثة هي ما بتحصلش. كمان بتسبب ان الانسان يكون عنده مشاكل في النوم وارق وخوف وكوابيس كتيرة مستمرة، كابوس انه بيقع من مكان عالي او ان حد بيطارده. ده بيخلي الشهية مقفولة وبيخلي ان الانسان ياكل كميات قليلة. الاكتئاب كمان مرض شرس جدا لدرجة ان منظمة الصحة العالمية نزلت تقرير في 2017 ان تم تسجيل 136 مليون حالة اكتئاب، ودي الحالات المعروفة والمسجلة، ما بالك بالحالات اللي لسه ما اكتشفتش ان هي عندها اكتئاب او ما راحتش تتعالج عند متخصص، وبالتالي الحالات دي ما اتكتبتش اساسا. الاكتئاب اعراضه كتير جدا، ولكن اهمهم الملل الشديد من كل حاجه، الحزن واليأس، الرغبه الجنسيه عندهم بتقل، يكون عنده فقد في ثقته في نفسه، ما بيبقاش حاسس انه شخص ليه لازمه او انه شخص مهم، يكون حاسس بالذنب واللوم 24 ساعه، وانه يقعد يجلد في ذاته، وانه انه مش بيحقق اي حاجه. بيكون عنده كمان صعوبه وتباطؤ في الكلام والحركات، تحس حركته بطيئه، تحس ان هو بيمشي سلو موشن اساسا. نوبات غضب او نوبات احباط شديده جدا من ابسط المواقف، لو وقع كوبايه اتكسرت فيبتدي يلوم نفسه وان هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه، حتى ما بيعرفش يجيب كوبايه ميه.
الخمول والارهاق الشديد جدا، واحساس ان هو مش قادر حتى يقوم من السرير، افكار مستمره عن الموت والانتحار، ومش بعيد كمان يكون في محاولات انتحار بالفعل. الامراض الجسديه الارق واضطرابات في النوم واضطرابات شديده في الاكل، بين الشهيه والهزال، واوقات تقلب معاهم بالعكس، بتلاقي شخص بينام عدد ساعات كبير جدا وبياكل كميات كبيره جدا، تسميه اكتئاب غير نمطي. اسبابه زي ما قلنا وجود خلل في النواقل العصبيه في المخ، تاني سبب معانا مشكله في كيمياء المخ، ثالث سبب تشوه او اختلال تشريح المخ، او وجود عوامل وراثيه وتاريخ مرضي للاكتئاب في العيله. الاحداث الصادمه زي الحوادث، موت حد عزيز عليه، فقدانه العمل اللي هو بيحبه. واثبتت الدراسات المواد الكحوليه والمخدره ممكن تسبب الاكتئاب. اوقات بيكون مصاحب لامراض زي السل والسرطان، او مصاحب للقلق او خمول الغده الدرقيه. 1951 تم اكتشاف اول دواء للاكتئاب، كان مستشفى في نيويورك كانوا بيحاولوا يجربوه على مرضى السل الرئوي، بحيث ان هو يخفف من حده الاعراض بتاعه المرض. ولكن الغريب وقتها ان هو ما خففش حده اعراض مرض السل الرئوي، ولكنه خفف من حدة أعراض الاكتئاب اللي بيكون مصاحب للسل. أصبح المرضى بيتجولوا في المستشفى وعندهم نشاط أكتر، وشهيتهم اتفتحت وبقوا بيناموا نوم منتظم، لكن بسبب أعراضه الجانبية ما بقوش بيستخدموه لحد دلوقتي. ولكن في علاجات تانية متوفرة كتير دلوقتي، زي العلاج الجدلي السلوكي اللي هو بيحسن سلوك الإنسان وبيبتدي يعلمه ازاي يتعامل مع المرض ده، وازاي يقدر يغير من تفكيره وسلوكه. أو مضادات الاكتئاب اللي بتقلل من حدة الاكتئاب وبتحاول تحسن في كيمياء المخ. دراسات ان نظام الحياة الصحي وان انت تلعب رياضة او تتمشى وتاكل اكل صحي وتحاول تظبط نظام نومك، ده بيفرق جدا في نفسية الانسان، وممكن يكون واحد من اسباب علاج الاكتئاب. لكل ادوية في اعراض جانبية، فمن اهم الاعراض الجانبية لادوية الاكتئاب القيء والترجيع، وان الجسم يكون رافض الدواء ده في البداية، دوخة وهزال شديد جدا، عصبية وأفكار انتحارية، وإحساس بفقد الهوية اللي هو أنا مين، أنا الاكتئاب ولا أنا ولا الاكتئاب هو أنا الشخص اللي قبل ما أخد الدواء، ولا أنا الشخص بعد ما خدت الدواء. في النهاية ربنا يشفي مرضانا جميعا. متنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وتشوف الحلقات اللي فاتت اللي كانت عن باقي الاضطرابات النفسية. أنا معكم دينا أحمد، سلام.